مقارنه بالماتشات اللي بتتلعب في الدوري، لا شايف ان الفرقه وكابتن علي ماهر بشكل عام هم تحس ان هم مرتاحين في بطوله الرابطه، مش مضغوطين زي الدوري. الاثنين طبعا لعيبه كبيره واسماء كبيره، احمد ايمن وباهر المحمدي، لكن مازال في مشاكل، والمشاكل دي مش هتتغطى غير لما تجيب سنتر باك او اتنين سنتر باكين على الاقل عشان يبقى في منافسه. محمود جاد نجم النادي المصري الفتره الاخيره. مبروك طبعا للنادي المصري، مكسب مهم جدا النهارده على حساب الجونه في بطوله الرابطه قدام فرقه انا بشوف ان هي من الفرق المميزه السنه دي. الجونه مع كابتن علاء عبد العال شكلها مختلف، الراجل بيشتغل بطريقه وسيستم واستراتيجيه غير المعتاده. احنا دايما متعودين كابتن علاء عبد العال دايما بيشتغل بمنظومه دفاعيه، بيأمن، بيلعب على الهجمات المرتده. لا، في الدوري السنه دي بيلعب كره هجوميه كويسه قوي، وعنده تحولات هجوميه كويسه، وعنده لعيبه عندها سرعات وعندها مهاره بيقدر ان هو يستخدمها بشكل جيد جدا، مع الحفاظ بالمنظومه الدفاعيه اللي هي دايما بتميزه، ان هو بيحاول يعمل توازن شويه. لكن النهارده اثناء المباراه قدام المصري الكلام ده ما كانش ظاهر قوي، لان هو كان خايف منك، عامل حسابك، عارف ان المصري فرقه تقيله وفرقه عندها حلول فرديه وعندها لعيبه في الجزء الامامي بتعرف ان هي تحل المواقف وتعرف ان هي تصنع الفوارق. وانا بصراحه يعني بشيد بكابتن علي ماهر والفرقه، عملوا مباراه جيده جدا جدا. وانا بالنسبه لي مقارنه بالماتشات اللي بتتلعب في الدوري، لا شايف ان الفرقه وكابتن علي ماهر بشكل عام هم تحس ان هم مرتاحين في بطوله الرابطه، مش مضغوطين زي الدوري، بيلعبوا باريحيه، اللعيبه بتشتغل بشكل كويس. حتى كابتن علي ماهر تحس ان هو عنده ستريتش كده في طريقه اللعب بتاعته، بيلعب بدون اي اعتبارات، بيلعب بالتشكيل اللي هو شايفه مناسب بدون اي ضغوطات، بيدخل عناصر جديده. النهارده بنشوف امادو، بنشوف مثلا سمير فكري بيخش وبيديله كجناح عشان ياكد على الحته دي في ظل عدم وجود غلاس اناوي، بيدي محمد الشامي عشان برضه فكره الاصابات الكتيره، وان لسه المصري ما تعاقدش مع مهاجم بعد رحيل مروان حمدي. النهارده مثلا بيحط عمرو موسى هنا كاليبرو متقدم قدام الاثنين سنتر باكين عشان يحاول يحمي الدفوات او العيوب اللي دايما بيعاني منها النادي المصري في منطقه عمق الملعب بالنسبه للسنتر باكين، مع الحفاظ ان هو في قوام اساسي بس بيدخل بعض العناصر. يوسف الجوهري بينزل، حسام جريشه بينزل، وجود الياس الجلاصي مع وجود ميدو جابر. يعني انا شايف ان المصري لا، في توازن، في اداء كويس جدا، في تصحيح للاخطاء الكتيره جدا جدا اللي كان بيعاني منها الفرقه ما كانتش موجوده. انتشارك كويس جدا، الاثنين الاجنحه بتوعك موجودين دايما وانت بتحضر في المناطق دي، وده كان بيدي لك حريه وبيشيل عنك الضغط في منطقه التحضير، فبتقدر تخرج بالكره بشكل سليم بالذات الشوط الاولاني. هتبص تلاقي هنا سمير فكري متواجد في المنطقه دي، وهنا ميدو جابر على طول متواجد، وهنا محمد الشامي بالتحركات بتاعته اللي موجوده في عمق الملعب بشكل قطري في اتجاه الجون. ده كان بيسهل عليك بدل ما يقعد ينزل هنا ويجيب لك الراجل المساك معاه فيضغطك في نص ملعبك، لا كان متواجد هنا، فبيضطر فريق الجونه ان هو يفضل واقف هنا على الاقل بثلاث اربع لعيبه، مع ان في الاثنين بتوع نص الملعب اللي ما كانش بيحصل قبل كده بقى بيحصل دلوقتي. تبص تلاقي امادو دايما عايز ياخد الكره في الحته دي، هتبص تلاقي الياس الجلاصي دايما عايز ياخد الكره في الحته دي، مع التامين بوجود عمرو موسى في المنطقه دي، هو همزه الوصل ما بين المدافعين وما بين منطقه نص الملعب، وخروج الاثنين اللي هم الاظهره بتوعك سواء عمرو سعداوي او كريم العراقي بالمنظر ده، مع وجود الاثنين سنتر باكين. ده كان شكلك على مدار تقريبا حوالي 50 60 دقيقه. يمكن نوعا ما الشوط الثاني ما كانش زي الشوط الاول، الشوط الاول كان تركيزك اعلى، انتشارك زي ما بقول كان جيد جدا، خروجك بالكوره مميز، استحواذك كويس قوي. ممكن ما تكونش رحت بهجمات كتيره بس هي مش بالكم، هي بالكيف. انت رحت ثلاث اربع فرص قدرت ان انت تترجمهم لاهداف جابت لك الثلاث نقاط، وكان واضح ان في تركايه، وواضح ان في جمل متحفظه حصلت مره واثنين وثلاثه. الربط اللي ما بين ميدو جابر وما بين امادو وما بين محمد الشامي، والقطع اللي بيعمله سمير فكري في ظهر الناس، وبدا الفوقان بتاع الياس الجلاصي في نهايه الشوط الاول يفرق مع الفرقه مع تواجد الاظهره، والراجل رقم 6 ده اللي بيلعب اسهل حاجه اللي هو عمرو موسى عشان يقدر ينجح طريقه اللعب. ده فادك كتير وقدر ان انت يخليك تسجل هدفين ممتعين بالنسبه لك. يمكن المصري ما سجلش اهداف بالشكل او بالربط او بالمتعه دي قبل كده. يمكن اخر هدف سجله المصري وانا شايف ان هو كان هدف ملعوب، الجون بتاع الاسماعيلي، الجون بتاع الاسماعيلي، الجون اللي احنا سجلناه لما الياس الجلاصي نزل راح حط الكره هنا سمير فكري، قام سمير فكري راح معدي، قام جه الراجل فخر الدين بن يوسف قاطع في ظهر الناس على العارضه القريبه، كره اتلعبت له بالمقاس طق باللمسه واحده في سقف الشبكه. ده من افضل الاهداف للمصري، كره كانت ملعوبه واضح ان هي جمله كمان متحفظه، لان الراجل ده مش هينزل ويلعب على العمياني هنا غير لما يكون عارف ان في حد هيتحرك، وده مش هيجي يتحرك هنا غير لما يكون متاكد ان الراجل ده يلعب له الكره في المكان وفي التايمنج اللي هو يقدر يسجل من خلالها.
فشكل الفرقه كويس نوعا ما، زي ما بقول لكم الشوط الثاني قل نسبيا وده طبيعي، انت بتتكلم في عناصر كتيره يعتبر عناصر اساسيه، اتنين سنتر باكين بيلعبوا باستمرار، الاثنين الاظهره بيلعبوا باستمرار، الراجل ده بيلعب باستمرار. عندك بعض العناصر الثانيه بتلعب على استحياء، لكن في نفس الوقت الناس دي مستهلكه بدنيا، والناس اللي لسه داخله ما عندهاش الحساسيه بتاعه الماتشات الرسميه، وفي نفس الوقت برضو المجهود البدني مش هيسعفك قوي. يمكن انا عجبني اكتر كابتن علي ادارته للماتش كانت كويسه، الشوط الاول الشوط الثاني تغييراته منطقيه جدا، رغم ان انا قلت برضو ان هو كان لازم يطلع اماضو ما بين الشوطين، لان هو انا شايف ان هو كان قدم افضل حاجه عنده وعمل مباراه كويسه جدا وساهم بشكل كبير في فوز الفرقه بتسجيل الهدفين، لكن كان لازم تشتغل او تنشط الحته الهجوميه شويه، فهو عمل كده بعد 7 8 دقائق راح مطلعه، راح منزل تقريبا يوسف الجوهري، ثم بعد ذلك راح منزل حسام جريشه وبدا ان هو يشتغل على الحته دي. فالمصري بصراحه عمل مباراه جيده جدا 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 من وجهه نظري، فنيا تكتيكيا خططيا نوعا ما. ممكن يكون عندك لسه شويه تخبط في الجزء ده اللي هي منطقه العمق بالنسبه للاثنين سنتر باكين، وانا لسه عند رايي يعني الاثنين طبعا لعيبه كبيره واسماء كبيره، احمد ايمن وباهر المحمدي، لكن ما زال في مشاكل، والمشاكل دي مش هتتغطى غير لما تجيب سنتر باك او اثنين سنتر باكين على الاقل عشان يبقى في منافسه، لان الناس دي فكره ان انا احس ان انا ما فيش حد بيدبدب ورايا ومحدش هيلعب عليا لو انا بقيت وحش وعندي اخطاء، مخلياني ان انا مش شايف ان انا عندي اخطاء، او مخلياني مش عايز اقول تخاذل، مفيش تخاذل، بس مخليها يعني الريتم بطيء، وان انا كده كده مطمن وكده كده مش قلقان ان في حد ممكن ياخد مكاني. لا، الاماكن اللي بالشكل ده الحساسه لازم دايما يكون فيها منافسه قويه عشان تقدر ان انت تاخد انتاج كويس جدا. الراجل ده لازم اشيد بيه قبل ما اختم الكلام بتاعي، محمود جاد نجم النادي المصري الفتره الاخيره، وانا اشدت بيه قبل كده، وبصراحه بشيد بكابتن مصطفى مدرب حراس المره مره تانية. الراجل ده بيقدم اداء مميز، قدر ان هو يخلق منافسه كويسه جدا وشريفه ما بينه وما بين عصام ثروت، الاثنين عصام حتى لما بيلعب بيقدم شكل كويس، لكن ده اداؤه كان عليه كلام كتير الفترات اللي فاتت والارقام اللي اتدفعت فيه وكذا وكذا، لكن قدر بسرعه ان هو يرجع للمستوى الطبيعي بتاعه، وزي ما اتفقنا قبل كده الفرقه قوتها 50% في حارس المرمى، فطول ما انت عندك حارس مرمى مميز، طول ما الرباعي بتاع خط الظهر ده متامن، طول ما انت مدرب واقف بره مطمن مش قلقان، بيجي عليك هجمات بتبقى يعني عندك ثقه كبيره جدا ان الراجل ده ممكن ان هو يشتغل عليها. وشفنا النهارده اثناء المباراه، وشفنا ماتش الاسماعيلي، وشفنا ماتش البنك الاهلي اللي فات، وشفنا ماتش المقاولين، يعني الفتره الاخيره بصراحه شغال بشكل كويس، فمبروك للنادي المصري وجمهور النادي المصري. وان شاء الله باذن الله بقى ايا كان بقى تواجه في دور الثمانيه بيراميدز، تواجه اي حاجه، مش هنختلف كتير لو المصري فضل يشتغل بالشكل وبالمنظر ده وبالهدوء ده وبالاداء ده والانتشار المميز ده وترابط الخطوط، ان الخطوط كلها قريبه من بعض، وانا بهاجم بالشكل ده وانا بدافع بنزل بالمنظر ده، وتبقى خطوطي كلها قريبه من بعض، انت ما حدش هيقدر عليك، لان انت عندك فرقه كويسه وعندك عناصر كويسه. عندك احتياجات عاوزها ومراكز محتاجه ان هي تتغطى، ده طبيعي بيحصل في كل الفرق كلها، لكن انت العب على الاحتمالات اللي موجوده والعب على المتاح بالنسبه لك دلوقتي، وان شاء الله باذن الله التوفيق الفتره اللي جايه.